المرة اللي فاتت انت قلت لي ان باب التوبة مفتوح. حلو كده؟ ايوه. ونسيت اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبتي وتوبتك. ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبتنا، حتى الدليل على كده قول النبي. استنى بس عشان انا عندي مشكلة تانية دلوقتي. ايه هي؟ انا مش عارف ابطل الذنب. انا كل ما اتوب ارجع تاني، كل ما اتوب ارجع تاني، لدرجة اني زهقت من نفسي. خلاص ما بقتش قادر. امتى تقول انك خسرت حرب؟ ده ايه علاقة الكلام ده؟ قول لي بس، امتى تقول انك خسرت حرب؟ لما عدوي يحقق اللي هو عايزه. طيب لو مت والحرب لسه ما خلصتش، يبقى انت كده خسرت؟ او دي معناها ان عدوك انتصر؟ لا طبعا. عدوك شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء، هدفهم انك تدخل النار. لو فضلت تجاهدهم لحد ما تموت هيحصل لك حاجة من اتنين: إما هتنتصر أو هتموت وأنت بتحاول، وفي الحالتين أنت الكسبان إن شاء الله. لكن لو استسلمت ويأست من نفسك وقلت خلاص أنا مش نافع وكملت في الذنب، يبقى أنت الخسران. قيل لعلي رجل وقع في ذنب قال يستغفر الله ويتوب، قيل فعاد قال يستغفر الله ويتوب، قيل فعاد قال يستغفر الله ويتوب، قيل إلى متى قال حتى يستيئس الشيطان.